ايه الدور المشوي؟ عندي سؤال: كم سعر ساعة النجار المبتدئ، وهل تحتاج إلى مدرسة مهنية قبل العمل؟ بص يا كبير، أنا بتكلم في القناة هنا عندي على النجارين اللي هم تبع النقابة. الساعة بتاعت النجار المبتدئ طبعا بتختلف من حسب نوع النجار اللي هو بيشتغلها. هل بيعمل دراي وول، بيبني بيوت من خشب، بيبني بيوت من ستادز حديد، بيعمل تي بار، بيعمل كباري، بيعمل طرق، الكلام ده كله. فبتختلف المرتبات يعني. بس انا يعني عملت الريسيرش بتاعي، بتتراوح من 20 ل 25 دولار على حسب الصنعة او الحرفة اللي انت هتخشها في نقابة النجارين. هل تحتاج مدرسة مهنية؟ لو انت هتشتغل في النقابة، انت هتخش تبدأ شغل عادي خالص، وبعد شهر شهرين هتبدأ تخش المدرسة بتاعتك لمدة 4 سنين. لكن لو انت هتشتغل في شركة بعيدة عن النقابة، انت مش هتحتاج ان انت تخش مدرسة مهنية ولا اي حاجة من الحاجات دي. انت بس هتشتغل معاهم، وعلى حسب بقى هم متفقين معاك ان انت هنديك مثلا ريز مثلا بعد سنة، بعد سنتين. انت هتفضل شغال بنفس المبلغ لمدة 5 سنين على حسب الاتفاق يعني. لكن انا بتكلم على لو انت هتبقى نجار تابع للنقابة بتاعت النجارين هنا في كاليفورنيا. شكرا.